والأخوة في الإيمان من ضروريات الدين ونص القرآن الكريم. قال تعالى: ألم نسمع القرآن الكريم؟ قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ودلالتها على الحصر بإنما، أي لا يجوز غير ذلك ولا يمكن غير ذلك، وإن الرحم لا دخل لها بالموضوع، والنسب لا دخل له بالأخوة، كما قال في الحكمة: رب أخ لك لم تلده أمك. وهذه الأخوة شرطها الإيمان، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وليس بعنوان آخر إطلاقا. فإنك إذا ذقت طعم الإيمان في قلبك وبرد الإيمان في نفسك أحببت كل مؤمن، سواء عاشرته أم لم تعاشره، وسواء عرفته أم لم تعرفه، ما دمت تعلم أنه على حق وعلى الصراط المستقيم. بل إن هذا من ضروريات الإيمان، لأنك إن كرهت أخاك المؤمن فأنت المقصر وليس هو، وإنما كرهت مؤمنا والعياذ بالله. وكراهة المؤمن بهذه الصفة كأنها كراهة للإيمان نفسه والعياذ بالله. وواضح أنك إذا كرهت الإيمان فلست بمؤمن.